السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني وحشتوني. اسرع اكله ممكن تعمليها لو انتي بقى زهقانه ومش عارفه تعملي ايه ومحتاره. اسرع صينيه بطاطس بالفراخ ممكن تعمليها، مش تاخد اي وقت. صباح عليكم، صباح الخير عليكم حبايبي، صباح الفل والجمال. زي ما انتوا شايفين كده اهو. جبت من 3 ل4 قطيات كده، وبصلايه متوسطه، كام فص توم، قرن فلفل حامي احمر كده جميل. عايزين تكتروا كتروا، بيبقى البطاطس بتبقى حاميه كده جميله، بتفتح النفس. هنا بقى البطاطس زي ما انتوا عايزين بقى. انا كان عندي كام بطاطسايه كده، قلت اقطعهم اقشرهم وقطعتهم كده زي ما انتوا شايفين اهي. يعني ولا سميكه ولا رفيعه قوي، عشان هي مش هتاخد سوا، لان الفراخ انا واخداها ايه سلقه. فهنعمل ايه؟ هنجيب الخلاط بتاعنا و... ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعمل كل اللي احنا شايفينه ده كله هنعمله في الخلاط. فهجيب الخلاط بقى، خليكم معايا بقى. جبنا الخلاط بتاعنا اهو. نحط بقى ايه؟ الطماطم والبصل. يعني انتوا ربع ساعة هتكونوا مخلصين الاكل. والثوم ني وفلفل ني وكل حاجة ني في ني. نحطها بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط لها بقى حبة مية، حبة مية. نقفل الغطا. جبنا الصينية اهي، البطاطس معانا نحطها في ثانية واحدة. نحط الفراخ بتاعتنا اهي. انا سلقاها وعاملة شوربة يعني، وحاطة كل حاجة فيها، ومرقة دجاج وتوابل وكل حاجة. فهنرص كده. هنجيب الخلطة بتاعتنا، بس قبل بقى ما نجيب الخلطة اللي احنا عاملينها، نجيب حبة توابل كده ونقلبهم في بعض. هنجيب حبة كزبرة مثلا معلقة، من كل حاجة معلقة. كمون معلقة، مع ان انا حاطة مع الشوربة، بس برضو عشان الاكل يبقى ليه طعم حلو. حبة ملح، والشوربة فيها ملح. مرقة دجاج فتفتها كده قبل ما نفتحها، عشان بتبقى ناشفة من السقعة. اقلب التوابل اللي انا حطيتها كلها مع بعض، فلفل اسود وكمون وكزبرة ومرقة دجاج حطيت التوابل كلها مع بعض، فلفل اسود وكمون. حط بطاطس، فراخ معاها. حطينا كل حاجة هنا بقى اللي احنا عليها كلها. نحطها بقى ايه، نصبها كده. صبيناها. هنجيب بقى حبة شوربة، وهنجيب حبة زيت فوق الوش، بس كده. ونحطها على الشعلة من فوق، تغلي غلوتين والبطاطس تستوي، ونحطها بقى نشغل لها الشواية. حبة زيت عشان تبقى جميلة كده، حلو. حبة شوربة. الشوربة اهي فيها البصل وفيها التوابل، فيها كله ني. قلبها كده.
يلا قولوا لي في التعليقات انتوا بتعملوا البطاطس ازاي بالفراخ، طريقتها فيها. انا يفهم طعمها جميل. اهي اهي قلبي بعض اهي، من شوربه كل حاجه. احطها نار بقى. احطها على النار بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعت عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. فهي هتغلي والبطاطس هتستوي والفراخ مستويه، وهشغل الفرن على الشوايه وبس كده. هنشوف البطاطس كده مع بعض استوت ولا لا. طبعا بتغلي بقالها مثلا ربع ساعه. هسوي البطاطس ما يكونش تتهري قوي اهي، يا دوبك هي بتتقطع بس. هعمل ايه بقى؟ في حد قال لي حط دبس رمان، هحط كده وهجرب معاكم، وانتوا جربوا وشوفوا الطعم هيبقى عامل ازاي. اهي يجي معلقه ولا حاجه، معلقه كبيره، شوف طعمها هيبقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلبها كده، اشغل الشوايه بقى، شوف طعمها في الاخر هيبقى عامل ازاي. وكلها مع بعضيها بس. هي كده ايه، هنطفي عليها. شغل الشوايه. شفتوا الجمال، شفت الحلاوه، البطاطس طلعت اهي بالفراخ، ما خدتش ربع ساعه. يعني انتوا في الاكل بتاعكم مش هياخد نص ساعه على بعضيها، تعملوا جنبيها رز ابيض، رز بشعريه. الدبس الرمان اللي احنا حطيناه هدوقه كده مع البطاطس طعمه ايه. طبعا البطاطس بتاعتنا اهي، هي مش مهريه بس هي بتقطع، يبقى كده استوت. عايزه ادوقها كده واشوف ايه الفرق ما بين ان انا حطيت دبس رمان وان انا ما حطيتش. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله قوي، مدياله مزازه كده حلوه قوي. اعملوها كده وجربوها، وقولوا لي في التعليقات ايه رايكم، وبتعملوها ازاي البطاطس. لما تخشوا كده في عايزين تعملوا صينيه بطاطس بالفراخ او باللحمه، بتعملوها ازاي، الطريقه ازاي. انا عاملاها ني في ني، كله ني في ني، وبالشوربه بقى. والبطاطس ما اقولكوش على جمالها، والفراخ طبعا مستويه اهي، مستويه اهي اهي اهي، شايفين معايا ما شاء الله، خدت لون كده في ثانيه واحده. يلا بالهنا والشفا، ويا رب يكون الفيديو صغنطوط كده وخفيف على قلبكم، وتجربوا الوصفه دي وقولوا لي في التعليقات. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وتعملوا لي اشتراك ولايك علشان الفيديوهات بتاعتي والقناه تترفع. وان شاء الله بيكم تبقى كبيره، وبحبكم كلكم. يلا السلام عليكم، استنوني في الفيديو الجاي. مع السلامه، السلام.